السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شويه حلو وافكار سهله وبسيطه، يا رب تعجبكم. لو اول مره تشوفي قناتي حط لايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي. ان شاء الله هننزل فيديوهات وافكار حلوه جدا هتعجبك باذن الله. ويلا قوليلي كمان من اي بلد بتتابعيني. اول فكره معايا، لو انت عندك اطفال مثلا بيفتحوا التلاجة دايما وبيشدوا اي طبق فيه مية والكلام ده ويبهدلك الدنيا، الفكرة دي حلوة جدا. الفكرة دي ليكي. مثلا لو قشرة بطاطس وحطها في التلاجة في شوية مية وعايزة تحافظي عليهم، حطيهم في اي ازازة بالشكل ده، الازازة اللي هي البق واسع دي، وحطي فيها البطاطس وحطي فيها المية وحطيها في التلاجة، ومش هيحصل لها اي حاجة. حتى لو وقعت هتقع على الحالة اللي هي فيها ومش هتنزل منها اي مية. فكرة حلوة جدا وبسيطة. هتقشري البطاطس وتحطيها جوه الإزازة وتحطي جواها المية وبتسيبيها في التلاجة لغاية ما بتستعمليها. هتدناها على الحالة اللي هي فيها ومش هيجرالها أي حاجة. الفكرة بعد كده، لو انت عندك الشاحن فيه الحتة دي مثلا مقطوعة او زي اي شاحن عندنا، ساعات الحتة دي بتكون مشدودة كده، بيبقى طالع منها سلوك وبتخافي تتكهربي. هاتي الشفاطة اللي احنا بنشرب بيها العصير دي، تمام. هتقطعي منها حتة بالشكل ده، هتقطعيها نصين. خلاص. بعد كده انا هاخد حتة بس منها، مش هاخدها كلها، على قد بس القطع اللي عندك اللي موجودة في الشاحن او في اي سلك عندك. بعد كده هفتحها بالشكل ده وهحطها على الشاحن اهي. شايفة؟ هحطها على الشاحن كده، هلفها عليه بكل سهولة. طبعا هي هتتحرك، فلازم عشان خاطر اتلاشى اللي هي تتحرك خالص، هولع عليها كده بالولاعة بس، يا دوبك هشممها الولعة كده بالولاعة، هتلاقيها هي لمت على بعضها، عشان البلاستيك طبعا بيلم على بعض بسرعة. تمام. هتلاقي الشفاطة كده لمت على بعضها اهي. اهي شايفة؟ وكده خلاص انتي خليتيها محطوطة وعمرها ما تتحرك ولا اي حاجة. ولا السلك لو في سلك طالع يعني هيجي ناحية ايدك ولا اي حاجة. كده انتي حافظتي على نفسك وحافظتي على اولادك ان هما يجي ايديهم عن الشاحن. وعملت كمان الناحية التانية بالشكل ده. تمام. وكده كمان انتي برضو حافظتي على الشاحن ليه فترة عمر اطول، بحيث ان انتي ما تيجي تشديه او كده ما تشديش السلك من جوه. الفكرة اللي بعد كده، لو عندك كيس لسان عصفور او مكرونه او اي كيس رز مثلا فتحتيه ومش راضي بيقع منك طبعا. فالفكره دي حلوه جدا برضه، هنعملها بالشفاطه. هتفتحي الشفاطه نصين وهتبتدي تدخليها في الكيس بالشكل ده، هتتني الكيس وهتحطي الشفاطه فيه. انا هعملها معاكي تاني لان انا ما كنتش عاملاها مظبوطه، اهي عملتها تاني، حبيت اوريها لك طبعا عشان تدخليها من جوه كويس جدا. تمام. بتفتحي الشفاطة كده وبتحطيها، هي بتدخل معاكي بكل سهولة. بس بتحافظ بقى على كيس لسان العصفور او اي كيس شعرية مقفولة عندك وعمرها ما هيجرى لها حاجة. الفكرة اللي بعد كده، عند الشباك الألموتال بيبقى فيه تراب كتير لأنه طبعا على الشارع بيلم تراب جامد جدا زي ما انت شايف. طب أعالج الموضوع ده ازاي؟ هجيب منديل اللي هو الوايبس، تمام، مناديل مبللة، وهبدأ أمسح التراب اللي موجود على الألموتال، اللي موجود على الشريط بتاع الألموتال ده، اللي هو المجرى بتاعه. هتمسحيه بالشكل ده، وهتمسحي كمان بكل سهولة، هيخش جوه اللي هو الرفيع كمان، اللي هي الحتة الضيقة دي. بكده انت مش هيبقى عندك لمدة يومين تلاتة كده اي تراب موجود في الألموتال، لانك مسحتي بيه بالوايبس اللي هي المناديل المبللة دي. بتمسح لك التراب وبتمسح وبتدنك، يعني بتدنها محافظة عليه شوية لمدة كام يوم بالشكل ده. يبقى كده انت اتلاشيت التراب اللي يوماتي عندك ليل ونهار، ومسحتي كمان المكان بالتراب، قصدي بالمناديل دي. يعني بيحافظ عليه مدة أطول، بيكون نظيف يعني. الفكرة اللي بعد كده، لو عندك العربية بتاعت ابنك كده عايز يشغلها وانتي ما عندكيش حجارة غير الحجارة الصغيرة، وطبعا هما بيدنهم يلحوا عشان عايزين يشغلوا اللعبة بتاعتهم. طب اعمل ايه علشان اشغل المكان ده لو هو عايز حجارة القلم الكبيرة مش عايز الحجارة القلم الرفيعة؟ ده هجيب الحجارة بالشكل اللي هي القلم الرفيعة دي، وهجيب ورق الفويل اللي احنا بنستخدمه للأكل، هعمله زي مربعات صغننة كده، هدانك تلف الورق الفويل على بعضه كده، وبعد كده هتحط الحجارة اهي، شايفة الحجارة مكانها واسع،
طب اعمل ايه؟ هروح جايبه مكان الحته اللي هي اللي قدام، مش مكان السوسته، مكان الناحيه التانية اللي هي طالع منها بسبوس صغنن ده، وهتروحي حاطه فيه ورق الفويل على مقاسه، طبعا على مقاس الحجم اللي عندك. اهي شايفه بالطريقه اللي انت شايفاها بالظبط، تعمليها زي ما انا عاملاها كده. اهي بالشكل كده هتشتغل معاكي كده. خلاص اللعبه هتشتغل بكل سهوله. شويه افكار بجد حلوين جدا. حط اللايك لو لسه ما حطيتهوش، والاشتراك عشان يوصلك فيديوهاتي كلها. الفكرة اللي بعد كده برضو بالشاحن، لو عندك سلوك شواحن كتير او السلوك حوالين التلفزيون بتبقى كتيرة قوي، فما بتبقيش عارفة تلميها ازاي، وبتبقى في كل مكان سلك كده. طيب اعمل ايه عشان خاطر الم السلوك كلها على بعضها؟ هتجيبي برضو شفاطة، وهتجيبي مقص سنه رفيع. انا المقص اللي كنت بستعمله سنه كان تخين شوية، فجبت مقص سنه رفيع عشان تقدري ان انت تقصي الشفاطة داير داير كده. هتمسكي الشفاطة وهتقعدي تلفي فيها طول ما انت بتقصي، شايفة؟ لغاية ما هتعمليها زي شكل سوستة كده. اهي زي ما انت شايفة كده، شايفة عملتها زي شكل سوستة اهي. وبعد كده هتجيبي سلوك الشواحن اللي عندك كلها، او سلوك اللي حوالين التلفزيون او مشترك، وهتبدأي تفتحي الشفاطة كده، وهتبدأي تلفيها عليها بالشكل ده اهو، شايفة؟ وطبعا انت لما هتفتحي الشفاطة وهتلميها عليها كده، هتلاقيها بعد كده لمت على بعضها، عشان هي بتكون سوستة، يعني شكل السوستة، واخدة شكل السوستة اهي، شايفة؟ مهما تحركي فيها، مهما تعملي اي حاجة، عمرها ما هتفتح منك تاني، لان هي لمت على بعضها خلاص. يا رب تكون الفكرة دي كمان عجبتكم. الفكرة اللي بعد كده، لو عايزة تاخدي سكينة معاكي مثلا في شنطة السفر، او مسافرة وعايزة تاخدي مجموعة سكاكين، وخايفة ان هي تعور ايدك او ما تفتحي الشنطة مش شايفاها، والكلام اللي بيحصل ده كله، هتجيبي الاسترتش اللي هو بتاع الاكل برضو، تمام؟ وبعد كده هتلفي السكينة عليها، واهم حاجة تلفي من عند البسبوس اللي قدام ده، علشان خاطر ما يعورش ايدك. وبكده خلاص عمرها ما هتعور ايدك ولا اي حاجة، لان كده حافظتي على نفسك منها. ولفي كل السكاكين اللي معاكي بالشكل ده، وكده هتتفادي اي مشكلة وانك تتعور. الفكرة اللي بعد كده برضو، لو انت رايحة في حتة وعايزة تاخدي ازازة زيت معاكي مفتوحة، بس لو انت خدتيها معاكي بالشكل ده هتقع منك طبعا. طب اعمل ايه علشان برضو اتفادى ان هي تقع مني؟ هجيب برضو نفس ورقة ستريتش، تمام؟ وبعد كده هلفها كويس جدا زي ما انت شايفة بالطريقة دي اهو، شايفة؟ وهلف اديها برضو لفة كمان من فوق الناحية التانية، وهبدأ اربطها من الجنب. بكده خلاص عمرها ما هتتحرك معاكي تاني، سواء ازازة زيت، سواء ازازة لوشن، زيت شعر، اي حاجة عندك ممكن تلفيها بالشكل ده، عمرها ما هتقع منك تاني، طالما انتي لفيها كويس جدا بورقة ستريتش. شايفة انا قلبها ازاي؟ وما وقعتش ولا نقطة واحدة على الرخامة. فكرة بجد حلوة، يا ريت الافكار تكون عجبتكم. افكار كتيرة في الفيديو ده، جربيها بجد حلوة جدا. يلا بقى، لو لسه ما حطيتش اللايك، اللايك ببلاش يا جماعة، بس بيرفع لي الفيديو. حط اللايك عشان تتابعيني في فيديوهاتي اللي جاية ان شاء الله. لو عندك كوبايتين ماسكين في بعض جامد قوي، او اي حلة او اي حاجة ماسكين في بعض، هتجيبي مية ساقعة هتحطيها من تحت، تمام؟ وبعد كده في الكوباية اللي موجودة فوق، او الحلة او الصينية اللي موجودة من فوق، هتحطي فيها شوية من المية السخنة. وبعد كده هتسيبيها لمدة 5 دقايق بس، لغاية ما بس تبدأ تتفاعل كده الاتنين مع بعض، وهتلاقيها طلعت معاكي بكل سهولة زي ما انت شفتي. فكرة بعد كده، لو اللانش بوكس عايزة تحطي بطاطس في اللانش بوكس بتاعك، او عايزة تقشري بطاطس للعشاء او اي وقت بسرعة جدا، تعملي الفكرة دي. هتجيبي البطاطسية هتقشريها على طول، وبعد كده هتحطيها على بعض بالشكل ده، وهتقشريها مرة واحدة على طول بكل سهولة زي ما انت شايفة كده صوابع، شايفة؟ لو انت خدت وقت انك تقشري شريحة شريحة، مش هتاخديها زي الوقت اللي انت هتقشري بيها كله مع بعض. انا بس بقى يعني بعمل ببطء عشان اوريكي الفكرة. انما هي فكرة سريعة جدا، بتخلصي كل صوابع البطاطس، وبتطلع كمان حجم واحد. هعملك كمان الصغيرة دي عشان تشوفيها اهو، شايفة؟ بتقطعيها كلها، طبعا انا بقطعها اهي بسرعة. هتلميها على بعض، وبعد كده هتقطعيها صوابع بكل سهولة اهو، شايفة؟ الصوابع شكل بعض، نفس الحجم، وكمان قشرتيها بسرعة بكل سهولة الصبح طبعا، لاننا بنبقى مستعجلين عايزين نعملها بسرعة. اهي ده شكلها. يلا بقى، هتوحشوني جدا، وحط اللايك والاشتراك، ومع السلامة.